بسم الله. الاستنتاج اللي هو ايه؟ ايه فكره الاستنتاج؟ كالغيث كن املا وجد من دون مقياس. فكره الاستنتاج ان انت معاك معلومه معينه، بتقول مثلا ساره از ابرود. حلو الكلام كده؟ ساره بره البلد. فانت بناء على هذه المعلومه اتفضل حلو. فبناء على هذه المعلومه خدوا جنبك يا شناوي. ساره از ابرود. المهم انا دلوقتي بقول لك معلومه، بقول لك ساره مسافره، ساره بره البلد. فانت دلوقتي ايه؟ متاكد من هذه المعلومه. يا مشهور، انت متاكد من المعلومه دي، فبناء عليه بتستنتج معلومه ثانيه. اللي هي بتقول مثلا هي اكيد بره البلد. هي قد تظن انها بديهيات، بس انت استنتجت انها اكيد بره البلد، يبقى استحاله تكون في البلد. يبقى هي اكيد مسافره، استحاله تكون هنا. صح كده؟ يبقى ماست ده لما تيجي تستنتج اهو بقى. ماست والمصدر، ماست ترافل، ماست بي ابرود بره البلد، ماست وفعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني فعل فاضي ما فيهوش اي اضافات. ولاحظ ان دي مش ماست، بمناسبه الناس اللي قالت انها بتتلخبط في الافعال الناقصه، دي مش ماست اللي خدناها في الاول اللي هي لازم. دي مش ماست لازم. يعني انا لو قلت لك ساره ماست ايت، هنا مش معناها لازم تاكل، هنا ده استنتاج ان انا استنتجت ان هي بتاكل او هي كلت. جميل جدا. فانا لما اقول لك مثلا شي ماست بي ابرود، هي اكيد بره البلد، مش هي لازم تكون بره البلد. مع ان هي تدي المعنى الثاني. طب انا اعرف منين؟ اعرف منين هي جايب انهي معنى؟ ليه بقى؟ هي تفرق معايا في ايه؟ تفرق معايا في ايه هي جايب انهي معنى؟ تفرق معايا لان لما هنفي ماست بتاعت الاستنتاج مش هنفيها بمصل. هي دي المشكله. ماست الاساسيه اللي هي لازم يو ماست ستادي، نفيها يو ماستنت ستادي، ده اللي خدناه ساعتها في الوحدات اللي فاتت. هنا بقى انا اقول لك شي، نفيها كانت والمصدر. ايه ده بقى يا باشا؟ ده نفي الاستنتاج المؤكد. يعني ايه نفي الاستنتاج المؤكد؟ انا دلوقتي استنتجت معلومه، الراجل ده شايل سلاح. he must be an officer، اكيد ظابط. مشيته مشية ظابط، حركاته حركات ظابط، اكيد ظابط. استحاله يكون حرامي. he can't be. قال لا، ليه ما اقولش he mustn't be؟ لان ده استنتاج، وفي قاعده الاستنتاج بنفي must ب can't وليس بمصلت. التركيب بس مش المعنى، التركيب بس مش بالظبط. يو mustn't be an officer، اللي زيك ما ينفعش يبقى ظابط. مش هنكمل. فالمعنى غلط، المعنى غلط. الغريب ايه برضو؟ لو عايز اثبت كان ملهاش، يعني ما ينفعش ارجع اقول ايه في الاستنتاج هي كان بي ان اوفيسر. لا، هتدي معنى تاني. لاحظ معايا مفيش حاجه غلط، بس كل حاجه هتدي معنى. يعني اديك مثال، تعال نشوه الدنيا خالص. انتوا الاول بس فهمتوا ان ماست والمصدر استنتاج مؤكد، وكانت والمصدر استنتاج مؤكد بس منفي. تعال بقى نبوظها خالص. لو انا قلت يو ماست بي ان اوفيسر، انت اكيد ظابط. لو جيت انفيها وقلت يو ماسنت، انت اللي زيك ما ينفعش يبقى ظابط. اقول لك حاجه ولا حتى انسان، انت عالة على الكوكب. يو ماسنت بي هير اصلا. انت اصلا ما ينفعش تكون بينا، انت تسيب الكرسي ده لغيرك. سيب الكرسي فاضي، كرسي هو فاضي احسن من وجودك. يو ماسنت، انت استحاله، ما ينفعش. وده عكس ما اقول لك يو كانت بي، انت اكيد مش في البيت، انت اكيد بره. وده عكس ما اقول لك يو كان بي، ده تصدق ممكن يكون هناك. شفت انت الدنيا عماله تروح فين؟ هي ماست بي ان اوفيسر، هو اكيد ظابط. لا، معناها ما ينفعش يكون حرامي. حرامي يكون حرامي، مش ما ينفع. لا، مش المعنى اللي انت متخيله. انا فاهم قصدك ايه. انت قصدك لما اقول هي ماست بي ان اوفيسر هو اكيد ظابط، واروح قايل هي ماسنت بي. لا، مش المعنى اللي انت قصده بقى. انا فاهم وجهه نظرك ايه. انت قصدك اللي هو ايه، ما ينفعش كذا. لا، ما ينفعش هنا مديها معنى حرام. حرام واحد زي ده يبقى حرامي، اللي زي الخساره يكون حرامي. انت فاهم ازاي؟ لا، مش نفس المعنى. افهم الفكره من اقول لك ايه. انت كده بقى العربي نفسه اللي بايظ.
ايوه، ما بقول لك هو العربي عنده هو اللي بايظ. انت نرجع بقى نجيب لابره سلافه وتيجي تديك لك زين تفوقك بالراحه. انا لما اقول لك بالعربي اهو حرام عليك نفسك، اقف بقى هنا. ممكن اخدها في السياق حرام عليك نفسك اللي انت بتعمله، حرام عليك نفسك ما تعملش كده. يعني انت ممكن تكون عملت، اقول لك حرام عليك اللي انت عملته ده، مش انت اللي يطلع منك كده. وممكن اقول لك ايه، حرام عليك نفسك ما تعملش كده. شفت نفس الجمله بنفس الكلام بنفس السياق، تفرق فرق شاسع. فانا لما اقول لك يو ماسنت بي، حرام تكون حرامي، ما ينفعش تكون حرامي، اللي زيك ما ينفعش يبقى حرامي. انت بقى جيت قلت لي انا حرامي، اقول لك يو كانت بي، انت اتفه من كده، انت اتفه من كده. شفت المعنى؟ ما ينفعش تكون حرامي، ما ينفعش تكون حرامي. نفسي هنا، بس هنا قصدي ايه؟ لا ما تجيبش. يعني هو جاي يقول لك ايه، واحد مره اعترف على نفسه مثلا انه قتل 12 واحد عشان يتشهر وكده. هو هيتحبس مثلا ومش عارف ايه وبتاع، بس هو كان عايز يعمل ايه؟ بروباجندا. فاللي هو انت اقل من كده، يعني خلي واحد اطول شويه، خلي واحد حجمه اكبر من كده شويه يتكلم. فاهم؟ المهم يعني، فنرجع تاني. ده استخدام من ضمن استخدامات ماست. ان ماست لها معاني كتير، منها لازم ومش عارف ايه وبتاع. ده استخدام جديد اللي هو استنتاج، انك شفت معلومه فبتستنتج معلومه. انا شفته لابس بلطو ابيض مثلا، هي ماست بي يا دكتور. شفته بيكح، هي ماست بي سك، ممكن يكون تعبان او اكيد تعبان. وانا متاكد ليه؟ عشان في كلمه في الجمله ايه؟ في كلمه شور، متاكد، سيرتن، متاكد. طب استحاله، استنتاج منفي. هي كانت بي مثلا واحد برن عليه، هي كانت بي ات هوم، استحاله يكون في البيت. ليه؟ كان رد اللي هو مش مخبرك. بس احنا بنتكلم فينا في ايه؟ انك بتحسن الظن، التمس لاخيك اعذار، ما تسيئش الظن في اخيك. يعني احنا احسننا الظن في زياده اهو، اكيد كان تعبان، اكيد ما كانش غايب كل الفتره دي، اكيد كان تعبان، فاحسننا الظن وابننا ومفيش اي مشكله وخلاص. ما عادش غير اسبوعين، مفيش وقت ان احنا نقول لحد انت فين. المهم، فماست والمصدر وكانت والمصدر ده استنتاج في المضارع انت متاكد منه. طب انت شاكك، انت شاكك في ميوله، شاكك في مكانه، شاكك في، لا ميوله في الاكل في اللبس في الحاجه. ايه يا جماعه في ايه؟ يعني صباح الفل شويه مالكم كده؟ يعني مش قوي كده. ماي، مايت، كود. يقول لك مثلا واحد غاب من الدرس مثلا، ابننا عبده. انا ما اعرفش الفكره اهو، ركز معايا. فانا اقول ايه؟ he may be sick، ممكن يكون مريض. he might be sick، ممكن يكون تعبان. he could be sick، ممكن يكون تعبان. فانا هنا بعمل ايه؟ بتنبأ بس مش مضمون. I am not sure، هتلاقيني بقى كاتب في الجمله ايه؟ I am not sure. فلو انت مش متاكد من شيء هتقول ايه؟ I am not sure، انا مش متاكد من هذا الموضوع. ممكن may او might او could، الثلاثه نفس المعنى. لو جابهم الثلاثه بنختار الثلاثه، لو جابهم الثلاثه بنختار الثلاثه A و B و C. طب هل ممكن يجيبهم وما يجيبش A و B و C؟ لا، مش هيقل ادبه كده، ما تقلقش. فهي may ومايت وكود والمصدر بيدلوا على استنتاج ولكن مش مؤكد، يعني ممكن وممكن لا، الله اعلم. جميل جدا. فبيكتب لي بروبابل، محتمل، مش محتمل. المهم كل هذا الكلام جميل جدا، ولكن فين يا باشا؟ في المضارع. كل هذا الكلام جميل ولكن في المضارع، ان ده استنتاج مضارع. عايز اقلبه ماضي، فكره الازمنه، فكره الازمنه. اعرف منين انه مضارع؟ عشان جاي وراه فعل في المصدر. طب انا عايز اقلبه ماضي، عايز اقلبه ماضي، اديله واحده مضارع تام على طول. اي فعل ناقص عايز اقلبه ماضي اديله واحده مضارع تام. فماست تبقى ماست هاف، كانت تبقى كانت هاف، مي تبقى مي هاف، مايت تبقى مايت هاف، كود تبقى كود هاف. وكلهم بيدوا لازالوا نفس المعنى. ماست استنتاج ولكن في الماضي، كان استنتاج منفي في الماضي، مي ومايت وكود حاجه ممكنه ولكن في الماضي. مثلا واحد ضيع المفاتيح، اروح قايل له ايه؟ may have lost it in the library، ممكن يكونوا ضاعوا منك في المكتبه، مش متاكد. واروح قايل له، واروح حاطط واحده ايه؟ I am not sure. اقول له مثلا ايه؟ you might have forgotten them at home، ممكن تكون نسيت في الكتاب في البيت. I am not sure. طيب يقول له ايه؟ الشباك مكسور مثلا، الشباك مكسور وفي حرامي دخل والشباك مكسور. انا اقول له ايه؟ he must have entered through the window، اكيد دخل من الشباك.
ليه؟ شباك مكسور الا لو هو بقى شغل المفتش كونان ومش عارف ايه وبيعمل تمويه عشان يخش في حته ثانيه. بس احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في دلوقتي في شباك مكسور وفي حرامي دخل. يبقى بالمنطق اكيد دخل من الشباك. he must have entered through the window. الشباك سليم ما فيهوش اي غلطه، الباب سليم ما فيهوش اي غلطه، يبقى الحرامي can't have entered through the window. الشباك مقفول زي ما هو، مفيش اي كسر، مفيش اي حاجه، يبقى في دليل قوي انه استحاله يكون دخل من هنا. واحد يقول لي ايه؟ طب ما ممكن، لا ما مش هنفتح باب الاحتمالات بقى. انا قدامي جمله بتقول ايه؟ الشباك سليم والحرامي دخل. المنطق بيقول ايه؟ ما دخلش بالشباك، كانت هاب. الشباك مكسور والحرامي دخل، 1 زائد 1 بيساوي 2 على حسب انت من انهي زاويه. فالشباك مكسور والحرامي دخل، يبقى هي ماست هاف انتر ثرو ذا ويندو. بس كده. فانت لو مضارع ماست والمصدر، لو ماضي ماست هاف، زود هاف بس. حد عنده مشكله في دي؟